حب العسكر. ايوه بتهجم العسكر. يسكت حب العسكر. يسكت حب العسكر. يسكت حب العسكر. بحكم أنك اطلعت على ما جرى اليوم، ولكن أريد أن أسأل إن كان هناك ربما استشف الذين اجتمعوا بويليام بيرنز اليوم بأن هناك قلق أمريكي من أن الوضع الآن وصل إلى حد أن هذا التيار الإسلامي الذي دخل في اللعبة السياسية وفق المنظومة الديمقراطية الآن أصبح ربما مهددا بأن ينحو منحا آخر يهدد مصالح أمريكية سواء في مصر أو في المنطقة بشكل عام، وهذا ما حرك الولايات المتحدة الأمريكية ودعاها للتحرك. هل هذا ما ربما تستشفونه أنتم من خلال التحرك الأمريكي؟ لا طبعا هو في قلق يعني دولي، يعني مش بس قلق أمريكي، قلق أمريكي ودولي، لأنه مصر دولة يعني جيوستراتيجيا دولة محورية في المنطقة من ناحية التأثير السياسي والتأثير الاستراتيجي للمنطقة كلها. اعتقد انه لا احد من مصلحته ان يتم ان تكون هناك فوضى في مصر، لكن خليني انا حابب برضو اقول بعض الدلالات سريعا على خطاب يعني او حوار الفريق السيسي للواشنطن بوست، لانه الحقيقه هي لافتة للنظر بشده. اول شيء انه اعتقد الحوار مع الفريق عبد الفتاح السيسي الان يثبت بما لا يدع مجال للشك انه هو راجل صاحب الكلمه الطوله في رقم واحد. لانه والا كان حصل هذا اللقاء مع عدلي منصور او غيرهم او حازم الببلاوي. نمرة 2، وبالتالي هو انقلاب عسكري، هذا القائد العسكري هو اللي يتحدث باسم مصر الان. نمرة 2، انه هذا الحوار تم في الواشنطن بوست ولم يتم في جريدة الاهرام مثلا. وهنا رسالة اخرى، انه هذه رسالة الى الوفد والسيناتور جراهام والسيناتور ماكين اللي جايين يقابلوا مصر، ورسالة لوم وعتاب شديدي اللهجة على الإدارة الأمريكية. النقطة الثالثة، هو أعتقد عندما قال إن هو يعني يعتب أو الولايات المتحدة عدم مساندتها للمصريين، أنا أعتقد هو يتحدث عن نفسه من وجهة نظري. هو يقصد المصريين الذين يؤيدون الانقلاب، بدليل أنه قال إن أوباما لم يتصل به. أنا جاي بقى بالتفسير لماذا قرأت هذا القراءة؟ لأنه هو قال إنه هو بيعتب على الولايات المتحدة وكأنه بيطلب منها التدخل. وأنا أعتقد إنه الأمريكان تخيلوا مما روج إليهم عن طريق الدكتور البرادعي، لأنه الدكتور البرادعي قال في 4 يوليو في الواشنطن بوست أيضا إنه بذل جهدا حثيثا لإقناع قوى غربية بأهمية الانقلاب على الرئيس مرسي. فأعتقد أنه تم تصوير الإدارة الأمريكية أن هذا الانقلاب سيمر بسهولة، ولكن حينما اكتشفوا أن هذا غير حاصل، هم الآن يتراجعون قليلا عن دعمه بشكل مباشر. وبالتالي هنا السيسي بيقول لهم انتوا فين؟ انتوا لماذا لا تساعدون المصريين؟ المصريين هنا يعني هو الفريق السيسي وجزء من المصريين الذين استدعاهم الفريق السيسي للنزول في الميادين. النقطة أو العملية التي أطلقها بالانقلاب. وهنا بقول ليه بناء على حيثيات الحوار الموجه. النقطة الأخيرة، أنا أعتقد أنه هذا الحوار ومفرداته ولغته يدل على وأسلوبه يدل على ضعف موقف الانقلابيين الآن أمام، زي ما كان بتفضل الأستاذ وائل وقال، أمام هذه الموجة العارمة من الغضب الشعبي، وانه يعني وكأن الفريق السيسي يقول لهم يعني اين انتم؟ لماذا لا تدعمونا؟ انتم تخليتم عننا واحنا لن نسامحكم في هذا. فلا يعني واضح ان هناك لغة من الارتباك الان، ولكن يعني انا اتمنى ان تكون هذا الارتباك في مصلحة الخروج بحل سياسي الان يحترم الشرائع الدستورية في مصر.